يقوم طالع من القبر ولسعه على قفاه ويقول له لا تعبد الا الله. وتخش جوه تبص تلاقي الراجل قاعد يشرب حشيش. خد لك نفسين يا حبيبي. مولد الحسين الاسبوع ده، مدد يا مدد. مدد يا رب. دورك ان تعلم الناس، تقول للناس، قول له بص الاخوه اللي بيعملوا ريبورتاج على بعض برضه من جمله العدم السلام الداخلي، تعمل ايه؟ روح بكاميرا كده في الديره وصور من بعيد، او صور واحد من الناس اللي بتصور، وتعالى الناس المقتنعه قول له بص الراجل بيعمل ايه؟ دخل سجد على العتبه وقال له الحقني يا حسين. قول لي بالله عليك اقول لربنا ايه بعد كده؟ اقول لربنا ايه؟ لما انا بقول له انجدني يا حسين اتوسل بيك، انا ما اقدرش اتحرك الا لما تقول لي يا حسين. اقول لربنا ايه؟ انت عارف الحسين لو قدر الله عز وجل، انا متخيل كده، لو قدر الله عز وجل انه يديله حياه دنيويه يعني، يقوم طالع من القبر ولسعه على قفاه ويقول له لا تعبد الا الله. بقول لك في الحديث في مسند الامام احمد مختلف في تصحيحه، حديث عجيب شاغلني والله يا اخوه. الراجل جاء مذنبا فجابوه عند النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا يا رسول الله ده عمل ذنب من الذنوب. لما وقف قدام النبي هاله التوحيد، استحضر مقام الله عز وجل، فقال ايه؟ رفع بصره وقال اللهم اني اتوب اليك ولا اتوب لمحمد. قدام النبي وهو قاعد، فقال له ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال اسند الامر لاهله. شفت الكلمه دي؟ اسند الامر لاهله. فعلا توب الى الله، مش توبش الى محمد، وما زعلش النبي ولا حاجه. فالنبي بيقول له تلحقني يا حسين. الراجل يقول له انا ذبحت المره اللي فاتت بقره عشان البنت تتجوز وما اتجوزتش، ما ينفعش الكلام ده، انا غرمت لي فيها 5-6 آلاف، انا جايب بقره جديده يا حسين بقى، بس ايه مش كده، احنا سالفين ثمنها. ايه يا عم ده اللي احنا فيه ده ايام، ده حاجه صعبه. وتخش جوه تبص تلاقي الراجل قاعد يشرب حشيش. مش بيحصل ده ولا بيحصلش في الزوال الخانقات اللي على جنب دي؟ الناس اللي راحت، انا ما روحتش، انما الناس اللي راحت بيحكوا لنا ومشايخنا زمان، تلاقيه قاعد يشرب حشيش. يا عم ده حشيش اللي انت بتشربه، ده حشيش. يقول لك هذا يذكرنا بخمر الجنه. خد لك نفسين يا حبيبي. وتقف بقى تفاجئ على راي الاخ بيقول لك عشان يذكر وهو رايق. صحيح، عشان يذكر وهو رايق. الكلام ده دين ده يا اخوه، ده دين ده دين ده. كان النبي بيعمل كده، الصحابه بيعملوا كده، مش ممكن ابدا الكلام ده. اضف الى ذلك ان تحقيق المؤرخين، ارجعوا للمؤرخين بقى، تحقيق المؤرخين ان الحسين اصلا مش هنا. ابن تيميه رحمه الله بيقول في الفتاوى وله 3 قبور مدعاه اكذبها مشهد مصر. شفت الحته دي؟ اكذبها المشهد اللي عندنا. يعني فده مش كلام في الحقيقه هتيجي في النهايه، ولا بقى الحكايه اللي كانوا بيحكيها لنا زمان، يقول لك ما هو قتل في كربلاء بس راسه عندنا. جت ازاي من راسه؟ قال لك الراجل اداله بالسيف كده اهو، فراحت راسه الطايره وفضلت تطير لحد ما نزلت عندنا هنا. ايه يا عم ده انت وانت بتستحمقني مثلا؟ ما هو ده كلام بكده بيبقى بيستهيفني هو عشان اقول لك الكلمه دي، مش كده ولا لا؟ فالقصد ان احنا لكن عايزين بالحسنى، لان اربابه. بص يا اخوه بقى، انا عايزك لما تطلع هذا الرجل المتصوف من تصوفه خليه برقته. بصوا يا اخوه، الحق من اكثرنا صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ام هم؟ ده حقيقة. جزاك الله خير، انت منصف كده. هم بيصلوا على النبي اكتر مننا. من اكثر مشاعر مع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ام هم؟ لا هم. مشاعر. ساعة ما كده تلاقيه مش ممكن يعدي عليه اسم النبي لما يصلي عليه، لازم. ولازم تلاقيه كده، لازم يعمل لك ديباجه كده. صحيح احيانا بيمثل ويهجس علينا، بس لازم يعمل لك حته كده تلاقيه كده اللهم صل علينا، ياخدك كده. طبعا ده لا ينفعه، انا مش بمدحه بده، ده لا ينفع، لانه ان المحب لمن يحبه مطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش اعمل كده. بس عايزك لما تخرجه. انا مره زمان غلطت غلطه لا زلت اذكرها، معلش انا وقتي عدى، بس اسمحوا لي ب5 دقايق كمان. ان انا كان في اخ كلما سمع القران بكى بصوته، لدرجه ان صوته كان بيبكينا احنا.
صوته كان يعني كان اسيف فعلا، يعني صوته كده عارف اللي تلاقيه بيشهق كده زي ما بيقولوا عن سيدنا عمر كده. سيدنا شداد بن الهاد بيقول فسمعته من اخر الصفوف ينشج. عارف النشيج ايه هو؟ انه فضل يبكي لحد ما ايه، فضل يعمل كده. فالاخ ده كان كده وصوته بقى رفيع كده حاجه، فانا خشيت عليه الرياء، قلت له يا اخي خد بالك، فاسكته فسكت. لما ذكرت له اثار الائمه في الرياء والكلام ده بطل خالص، ده بقى بيبكي في السر. فانا مش عايزك تطلعه من عايزك تدعوه. اقعد جنب الاخ كده بالحسنى. قلنا قبل كده لما ادخل على واحد عاصي، اي حد عاصي مبتدع مش مسلم حتى، لما ادخل عليه لازم تتدثر بمنة الله، انك طلعت مسلم عشان انت فهلوي، عشان ربنا سبحانه وتعالى وفقك. طيب ان هو واقف في ايديه سجاره ولا مسطول ولا الكلام ده، انت احسن منه؟ الحقيقه انه عاصي وانت عاصي، لكن هذا تجبر فاظهر ففضح، وانت استحييت فاضمرت فسترت. بس ده الفرق اللي بينك وبينه. انما انا وانت واحد يا حبيبي، هو كان في باب انت ليك باب اخر، مش كده ولا مش كده؟ في اخص ما انت فيه، ليس للمرء من صلاته الا ما عقل. لو وقفت في الصلاه تلعب يبقى ذنب ولا ما ذنبش؟ يبقى ذنب. فهو عاصي وانت عاصي، لما تدخل عليه تدخل بهذا الانكسار ثم بالرفق. تصور كده ان انت لو شفته في النار هتتبسط يعني؟ فادخل وانا نفسي انه يتوب. قال بعض اهل العلم: اذا اساء اليك اخوك فلا تدعو عليه، على ما يدخل احدكم اخاه النار. شفت الكلمه دي؟ ان ابقى معتبر كده، ابص له كده وهو بيتشوي قدامي، انا مش هرضى بكده، فادخل وانا مشفق. تعالى يا حبيبي. ساعتها هيطلع الكلام مشاعر مش تكلف. انت نفسك احيانا واحد يقول له واحد يا حبيبي، دي تطلع منه ايه كده، واحيانا تلاقيها من اعظم البلسم على القلوب. تعالى يا حبيبي، انت بتعمل كده ليه؟ تعالى اما اوريك كده، بص بهدوء، انا عايز اكلمك بهدوء. وممكن اعمل له مقدمه مش في ده خالص، من فقه الدعوه بقى. لو مسكت واحد عايز تظبطه بيروح الحسين والكلام ده، ما تكلموش في الحسين خالص، ما تكلموش الاسبوع ده خالص. مولد الحسين هتيجي معانا؟ معلش والله عنده ظروف. وبعد ما يخلص ابدا بقى اوائمه واقعد معاه واكلم. ده بالنسبه للنفر الواحد يعني. انما احنا على المنابر هننكر وهنقول كده انكار على طول. انما النفر اللي هو دايما في كنفك وبتقابله كل يوم، ده تاخده على البارد شويه شويه. وانت ايه، انا عايز اقول لك حديث كده يشفي. اصل انا ممكن افضل اتهته كده ما اجمعش زي ما هيجمع سيدك النبي عليه الصلاه والسلام. بص، مخرمه ده من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، هو وابنه المسور. مخرمه ده لما تيجي مثلا تقسم اسمه ما تدلوش يزعل، طبعه كده، والنبي كان عارف طباع الناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، عبايات كده، جت للنبي عليه الصلاة والسلام ففرق على الصحابة، فسمع بها مخرمة، فقال لولده المسور: يا بني إني قد أخبرت أن رسول الله قد أتي له ببعض الأقبية، قم بنا إليه. هو ما ادانيش ليه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسيه وبيعمل. قم بنا إليه. فطرق بابه فسمع رسول الله حسه. شفت الدعاء بقى بفرق بين حس الناس. بيقولوا على الشيخ ابن باز، كان الشيخ ابن باز عم صح، لو عرفك في مره سلم عليك كده، انت اسمك ايه؟ تقول له مدحت. لو جيت له بعد سنه اول ما يحط ايده في ايدك يقول لك ازيك يا مدحت، من غير ما تقول له انا مدحت. ده اهتمام دعوي انك تهتم. فالشاهد ان ايه، سمع النبي حسه. ده حس المسور ده، لو عرف ان في حاجه زي كده ده بيزعل، ده انا عارف طبعه. راح عمل ايه؟ فخرج له بقباء قد انتقاه، نقله واحد كده حلو كده وخرج إليه به، ثم قال: يا مسور قد خبأت هذا لك. مخرمة قال: يا مخرمة قد خبأت هذا لك. بص أنا شايل لك ده، شايل لك ده يعني إيه؟ شلته لك دلوقتي أهو، يعني شايل لك ده أهو بتاعك، اخترته لك. فأمسكه وتحسسه، لا حلو قوي وماشى صوف محترم. فقال: الآن رضي مخرمة. تعرف تعمل مع الأخ ده كده؟ تخرجه بعناية من الابتداع مع حفظ مشاعره. يجي يقعد هنا كده لما يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف تتوق مشاعرنا على السنة بقى. فهمت؟
ومع ذلك ده كلام كله مبتدع وينبغي علينا أن نتناصح فيه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.